تعالى أقولك على معلومة كده على الماشي. لو عايزة فراخك تبيض كتير وتاخدي منها إنتاج بيض عالي أو تبشر بالبيض بسرعة، طيب نعمل إيه؟ وصفة سهلة جدا ومن عند العطار. الكركم، طبعا كلنا عارفين الكركم وعندنا في المطبخ. هنجيب حتى ب3 جنيه من عند العطار ونخلطهم على العلف ونأكلهم للفراخ. طيب بيعمل ايه الكركم؟ الكركم بيخلي الفراخ، بيفتح الشهية وبيمنع اي ميكروبات في المعدة، الى جانب ان هو بيزود انتاج البيض. طب ايه تاني غير الكركم؟ عندي حبة البركة او الحبة السوداء اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الاحماض الامينية اللي بتخلي الفراخ بتاعتك تبيض بيضة كتير، تبيض بيض كتير. طيب نعمل ايه؟ بنجيب حبة البركة ونخلطها بالاكل بتاع الفراخ، سيان علف او ردة او اللي بتحطوه لهم او عيش، وتخلطيه وتديه لهم. طب ايه تاني؟ لازم المية اللي بستخدمها للفراخ تكون مية كويسة، ونغير المية يوميا. يعني لو كل وجبة للفراخ بتمسكي الإناء تغسلي كويس وتغيري له المية علشان الدجاج يشرب مية مع الأكل اللي بتديهوله. يبقى دي وصفتنا النهاردة: الكركم وحبة البركة بيساعدوا على بيض الدجاج وبيخلوك تلمي كرتونة.